حيت دابا البلان اللي سولتي على الفرق ما بين ان بارفان ديزاينر و ان بارفان دو نيش غيقول لك ان بارفان ديزاينر كتصايب من ميزون دو مود اللي كدير اون ميزون دو مود اللي كدير بزاف د الحوايج ودار لي بارفان حوايج كاسكيطات ايتترا. الوغ كو ان بارفان دو نيش كيكون مصاوب من غير من واحد لا ميزون اللي كتصايب لي بارفان بوحدها. هاد الجواب ماشي غلط وماشي صحيح. لا فغي ديفيرونس الفرق الحقيقي كاين في لا فورميلاسيون وفي لورينتاسيون ارتستيك والفاكتيف ديال لو بارفان. غنشرح لكم اكثر. لو بارفان ديزاينر تيكون مصاوب باش انه يعجب لو كرون بيبليك. كاين تجي ديك الديزاينر كاين تيدير واحد لي جو دو مارشي كيعرف البيبليك ديالو شنو الهاسو شنو لي نوت شنو لي فاسيت شنو لا كاتيجوري ديال لي بارفان اللي يستعجبو وتعطي البارفان تيقولو صايب ليه بحال هكا تيجيب واحد البارفان عادي زوين واعر ولكن مفيش حاجه جديده. داكشي لي نوت كتشم الريحه ديالو زوينه واعره ولكن ماشي حاجه جديده. الوغ كو البارفان دو نيش على عكس البارفان ديزاينر ما عندوش واحد لابروش كيفيزي البوبليك عنده واحد لابروش ارتستيك. البارفيمور لانسبيراسيون ديالو لينوفاسيون ديالو ليماجيناسيون ديالو سي اون ابروش ارتستيك كيعتمد على لارتيزانا ولا سانغولاريتي وحتى الفورمول كتكون كومبلكس وحتى لو بارفان فينال البرودوي فينال ما تيكونش ديستيني على انه يعجب كلشي. صعيب بزاف تلقى بارفان دو نيش كيعجب العالم كامل. علاش؟ حيت هو من ديبار مبازيش على اورينتي كليون اورينتي ار على لابروش ارتستيك ديال لو بارفيمور. هذا هو غالبا تاخذ وقت بزاف. علاش تلقاهم غاليين بزاف؟ دابا البارفان دو نيش علاش غالي؟ حيت راه كياخذ واحد الوقت بزاف باش داك البارفيمور يطيح على لا فورميل الحقيقيه. كتلقاو اصلا تخيل واحد لا فورميل في دماغو في عقلو وبقى خدام عليها حتى كيطيح فيها. هذا هو الفرق. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لابروش ديال الفورميلاسيون كوتي بارفان ديزاينر بارفان دو نيش و اديوس.